لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حارم لواني 1318 لوانا كاين تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان بس رزامندي رب العالمين وهوادار مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. برخو شوستان وكو لتفسير قاسمي دلاء كالآت بيشوتر لما قرر الشواهد العلوية باسي لو شواهد علوية كان واتواني لأسمان كان كردو بس شوي خواهي قوله أسمان كان خلق كردو مانگو روج بو شوي كوا مسخري كرد الوجياني آدم يكان إن زاد لي أردفها بذكر الدلائل السفلية زا خواهي قوله سبحانه وتعالى بلغكاني نزم واتواني لأردينا باس كرد باس دكات لبومان كوا هر هموي بلغن لسر قدرته حكمتي خواهي قوله سبحانه وتعالى. وكو ابن كثير جلال لما ذكر تعالى العالم العلوي باش أوي كوا عالمي علوي لما باسكر شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي كاتك وخواهي قوله باسي لقدرته دا صلاة وحكمته خوي كل أسمان كان إنزا بازل قدرته دا صلاة وحكمته خوي دكا وهروها إحكامي صنعتكي لعالم السفلي لصروا الزوي. وهو الذي مد الأرض وهو الذي مد الأرض أي بسطها وجعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض كواتهر أو ذاته كوا أو زويي مد الأرض أي بسطها خواهي قوري سبحانه وتعالى أو زويي راخستي لبومان وجعلها متسعة وهروها وايكر ديكوا فراوان بلبو إيمة ممتدة في الطول والعرض تمشادكي لپانی ولا دريجيدا خواهي يقول لبو ايمي راخستيو فراواني كديتو لإخراج النعم الكثيرة منها تاوكو ناز نعمتي شي زوري لو زاوية دا لبوتان دربهيني شهاب ضلي استدل به بعضهم على تسطيح الأرض وإنها غير كروية. شهاب ضلي هندق لزانايان أو آتو هاوشوي أو آتان كوا خواهي يقول باز لتختي زاوي دكا ديكنا بالقلة سروكوا زوي مسطحة وتتختة كروينية خرنية بلامك قاسمي دل ورده أو رد كريتوا بأنه ثبت كرويتها بأدلة عقلية كروية خريزوي ببلغي عقلي ثابت بو لكنه لعظم جرمها بلام لبر قوري أو عاردة يشهد كل قطعة وقطر منها كأنه مسطح هرتسندي تماشا لكن إما إنسان لبر قوريكي إما هرب بابلين بالتخديد تبيش ساومان وهكذا كل دائرة عظيمة يتر بابلين بحكم كإما قتكين مقارنة بابلين قباري أو زاوية بقشتي إما هز بخراتيكي ناكين أبرو إما زور كسكترين لو زاوية كوا هزب خراتيكي بكين هرب التختي فعلا خواي قور بوشوي أو بوشوي كوا بو حجم إما خلق بو حجم زاوية دروس كديا إما بنسبة إما وكو لو آتو لآت كذا فرم خواي قورا واي كذا كإما هزب خراتيكي لكن بالكو وكو تختايك
خی گەورە سوبحانە لە بۆ ئێمە تەختی کردیە وهروە لە قورئانی پیرۆزیش ئاماژە بە خڕاتیەکەی دەکرێت لە بۆ نمونەوەکو ئیبن عوثەیمین دەڵێ خی گەورە سوبحانە وتعالە لە سوورەتی ئەز-زومەردا دەفەرمێ یوکەویر اللەیل عەلە النەهار ويكور النهار على الليل يكور لتكوير هاتيا كواتا خواي گەورە شەو و ڕۆژ بەسەر یەکتری ئەو لەو بازنەیە تەکویر دەکاو بەسەریدا دەیسوڕێنیتەوە کەوا بەڵگەیە لەسەرەوەی دەڵێ ئەو زەویە خڕە لێیە خواي گەورە لەفظی تەکویری بەکارهێنایە لەفظی تەکویر کەواتە هەم بە بەڵگەی نەقلی کە لە قورئانی پیرۆزە هەم بە بەڵگەی عەقلی زەوی خڕە بەڵام خی گەورە ئێمەی بەو حەزمە دروست کردێ مقارنە بە حەزمی زەوی هەز بە خڕاتیەکەی ناکەین. لا تفسير سعد دڵ وهو الذي مد الأرض أي خلقها للعباد الله تعالى بۆ شێوەی خەڵقی کردە بۆ بەندەکانی ووسعها وبارك فيها ومهدها للعباد ئیتر خی گەورە فراوانی کردە بۆ بەندەکانی بەرەکەتی خستیتە ناوی وهروەها ڕای خستێ لە بۆ بەندەکانی وأودع فيها من مصالح ما أودع وهروها ئەوەی کەوا مەسلحەتی بەندەکانی تێدا خی گەورە خستی تێناو ئەو زەویەی کەوا ئەو پەڕی مەسلحەتی ئەوان تێدا وجعل فيها رواسي أي جبالا ثوابت في أحيازها كواتا خی گەورە سبحانه وتعالى لەو زەویە کەوا بەو شێوەیە خەڵقی کردێ لە بۆ ئێمە کە ئێمە هەز بە خڕاتیەکەی نەکەم بڵکو تەختی کردێ لە بۆ ئێمە وجعل فيها رواسي واتە چەندین چیای تێدادانە کەوا تەثبیتی کردیە دایکوتە لەسەر ڕووی زەوی کەوا ڕەواسی لە ڕسوو هاتیە الڕسوو چیە وهو ثبات الأجسام الثقيلة واتە ڕسوو عادەتەن بەمعنای ثەبات دێ ثەبات و جێگیری شتی قورس عادەتەن ڕسووی پێ دەڵێن الڕسوو کەواتە ئەو چیانەی کە خی گەورە بە قورساتی خۆی ئەو چیایە خی گەورە ثابتی کردێ و جێگیری کردێ لەسەر ڕووی زەوی ئەی جیبالا ثەوابتە ئەوتادا وەکو لە جێگەیەک کە ئاماژەی پێ دەکا وەکو وەتەدا ئەو چیایانە کەوا بە قورساتی خۆیان بووینە وەتەد و وەکو با بڵێن وەتەدێک خی گەورە سوبحانە وتعالە وەکو سینگێک دایکوتە لەسەر ڕووی زەوی یەکثر فيها النبات وتنحفظ تحتها المياه ئەو چیانەی کەوا وەکو وەتەدێ و سینگێک لە بۆ تەوازنی سەر ڕووی زەوی خی گەورە دایکوتە ئینجا نەبات و گشت و جیاشی زۆر لێشین دەبی و هەروەها زۆریش ئاوی لە بن خڕ دەبیتەوە. لا تفسير سعدي دەڵێ وجعل فيها رواسي أي جبالا عظاما واتە ئەو چیانە کە گوتمان ڕەواسیە لە ڕسوو هاتێ بەڵگەیە سەرکەوا بە خۆیان زۆر عەظیمن زۆر گەورن ئەو چیانە خی گەورە وهای خەڵق کردیە کەوا گەورەترین شت لەسەر ڕووی دنیا لەسەر ڕووی زەوی ئەو چیانە زۆر جێگیرن لئەلا تەمیدە بالخەڵق تەوازنی ئەو زەویەش دەپارێزن تاوەکو ئەو خەڵکە لەسەریدا ناڕەحەت نەبن بەڵکو جێگیر من لەسەر ڕووی زەوی فإنه لولا الجبال لمادت بأهلها ئەگەر ئەو چیایانە نەبن لەمادت بأهلها واتە با بڵێن تەوازن نامینێ لەسەر ڕووی زەوی و ئەهلی سەر ڕووی زەوی هەز بە ئیستقرار ناکەن لأن على تيار ما لەبەرەوەی وەکو ئیبن با بڵێن سعدی دەڵێتن لأن على تيار ما لەبەرەوەی ئەو زەویە لەسەر ئاوە لا ثبوت لها ولا استقرار ئەو زەویە لەسەر ئاوە ئەو ئاوەش ئەگەر باون ئەو زەویە بەو چیانە نەبیتن استقرار ناکە و جێگیر نابی إلا بالجبال الرواسي إلا بەو چیانە نەبی کەوا خی گەورە لەقەدەر با بڵێن قورساتی ئەو چیە دایکوتە وەکو با بڵێن علمیانش دەڵێن هەر چیەک چەندی لەسەر ڕووی زەوی دیارە هەندەش لەژێر ڕووی زەویە بەو شێوەیە خی گەورە تەوازنی ئەو زەویەی ڕاگرتێ کە وەکو وەتەد و سینگێک لەسەر ڕووی زەوی چەقاندیتی وجعل فيها رواسي وأنهارا وهو أنهاري لسر روي زويدانا روباري تهدادانا جاوكو تفسيري قاسمي دالي متفجر منها أنهاري لسر روي زويدانا كوا هل دقولي لسر روي زوي وذلك لتكثير النبات والأشجار وحفظ الحيوان يتر أو روبارانش أو آوش كذا بينا سرساوة لبوي كوا گژ و جیا و دار و بار زۆر ببن و هەروەها با بڵێن ژیانی حەیوان و ئینسانەکانیش
بردوان بي. وكو رازي دلي من الاستدلال بأحوال الجبال أن يسببها تتولد الأنهار على وجه الأرض. دڵێ کاتێک کەوا باز لە چیا دەکا ئینجا باز لە ئەنهار دەکاتن، کاتێک کەوا باسی لە چیا دەکا باسی لە ئەنهار لە ڕووبار کرد لەبەرەوەی ئەوان سەبەبن لە بۆ هەڵقۆڵانی ئاو لەسەر ڕووی زەوی. وذلك أن الحجر جسم صلب ئاتەن چیا لەس پێکاتێ لە بەرد هات پێکاتێ بەردیش هەممان دەزانین کەوا شتێکی ڕقە. فإذا تصاعدت الأبخرة من قعر الأرض كاتكوا لناخي زوي بخاري أو هل دكشي لبوي كوابيت صروي زوي ووصلت إلى الجبل كاتك دقاتا برد رخكاني سيا احتبست هناك لو عندنا جير دخوا فلا تتزال تتكامل يتر هر جير دخوا ودقاني يكتري وزور دبن فيحصل تحت الجبل مياه عظيمة يتر لجير أو تيا آوشي زور خرد بيتوا ثم إنها لكثرتها وقوتها عشان كجيشت راديكوا زور بو هزيش اللي بيدابو تثقب وتخرج وتسيل على وجه الأرض إن ذات زيجا كندك دردتي بشيوي كان ياوج لسروي زبي. فمنفعة الجبال في تولد الأنهار هو من هذا الوجه كواتا نفعي تيا كان لبوي كوا روبار هالقلي وكان ياو هالبقلة لو جهتي بوشيوي وبو سببيه. ففي أكثر الأمر إنما ذكر الله الجبال قرن بها ذكر الأنهار. لو مشاكل زور بيت زيجا كان كأخوي يقول باس لتيا كان دكا لدواي باس لروبار دكا وكو لو آتوا وهو لآتي لبون من الأصوات المرسلات فرمي وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. يتربى واعتباري وكو إمام رازي باسي دكا. لا تفسير السعد ضليل وأنهارا واو واتا وجعل فيها هل وكو تشيدانا بهماشي وأنهار شدانا أو أنهارانا تسقي الآدميين وبهائمهم وحروثهم أو ربارانا كأخوة يقول بفضل خوي لبو بندكان لسروي زويدانا هم لبو أخوارنوي إنسان كانوا آجر كانيانو وهلوها تشيلغا كانيان في أوددا فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيرا كثيرا. إتر خوي يقول لنا تزيو آوا تندين جوجياو تندي شينايو تندي بربومي دار دين برهم ليلة دوايو دفرمي ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. إتر لهم بربوميك خوي يقول دو جوردانا زوجين اثنين كواتا لنزي أو آوا خوي يقول سبحانه وتعالى إنزا بربوم درد سوين لسر روي زوي لهر يقلو بربوم ما منش زوجين اثنين أي صنفين مما يحتاج إليه العباد صنفين مما يحتاج إليه العباد لهر بربوميك دو جور أو كابان كان بيستان بيه. وكو بقاعدة لما ذكر الأنهار ذكر ما ينشأ عن المياه لبيش وكواباس لا وجعل في رواسي وأنهار يترك خويقر سبحانه وتعالى باسي لوكر وجعل فيها رواسي وأنهارا لباش وكوا أنهاري باسكر إنزا باسي لبربومي أنهاريش كركويشتيا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين وتأي صنفين اثنين وتلهموا بربوميك خويقر دو زوري لبومان بربوم ديني كالحلو والحامض يتر لوانا بابرن هي الشيرنة هي ترشة والأسود والأبيض هي رشة هي سبية هي كسكة هي قورية هي بستانية هي جبلية وتهي لبستان ولا بابرن شيالقا كاشين دبي هي لتيادا شين دبي. إتر أشار الرازي إلى أن الناس كما ابتدأوا من زوجين اثنين بالشخص هما آدم وحواء. إمام الرازي إشارة بودك هل خويقر سبحانه وتعالى إنسان كان بوشي ودس بيكر كوا لدو شخص كأوانش آدم وحوانا فكذا الأشجار والزروع فهماشي والدار كانوا شينايا كان هموي خلقت أولا من زوجين اثنين هر يقلوانا عيني لسر نظام زوجية دروز بوا ثم كثرت والله أعلم إنزاز زياد بوينا والله أعلم. وهو راز المراد بزوجين اثنين صنفين اثنين
واتلهر بربومك دو صنف دو جور دروس كده. والاختلاف اختلاف كان لو دو صنفسية إما من حيث الطعم يان لا تام جوازا وكويا كان ترشي شيرنا، أو الطبيعة يان للطبيعة يان جوازا كالحار والبرد، أو لمنطقي قرم دروس دبي، أو يان لمنطقي في انكسار، يان للون وكو هنديك رشن هنديك سبي، والله أعلم. ابن عطية هذه الآية تقتضي أن كل ثمرة موجود منها نوعين، أو آتا بلغير سروكوا هربروا بمك إلا دو نوعها، فإن اتفق أن يوجد في ثمرة أكثر من نوعين، أجر وارك كود لثمرة بربومك زيادة رجل دون وحبو فغير ضان في معنى الآهد سيان لما نأتنادا وتبلاي كمي هر ثمرة بربومك دو جوره أو أجر زيادة ريش، والله أعلم. يترو آتش تترما تدا باز بكين بلام لبرتوابوني كات دوستين ببشتواني الله تعالى لواني داهتو دين وخزمتي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.